انا ملحد، يعني انا مش بصدق في وجود ربنا ومش بصدق في دين. تمام. ايه تاني؟ انا ملحد، فانا مش بصدق في وجود ربنا او بصدق في دين بس. ده الالحاد. انا مش محتاج الدين عشان انا يبقى عندي اخلاق او ان انا ابقى نافع في المجتمع. انت موجود ازاي في الكون ده؟ تمام. طيب هقول لحضرتك، في فرضيات بتحاول تفسر وجودنا، تمام، منها فرضية ان ربنا خلقنا خلاص. في فرضيات بقى تانية عليها ادلة اكتر كتير، زي مثلا نشأة الكون اللي هو البيج بانج، تمام، اللي هو الانفجار كلمنا العظيم. عربي. بص يا محمد، الانفجار كلمنا العظيم اللي بيشاهدونا ناس. انت بتتكلم في مصر والمواطنين بسطاء بيسمعونا، كلمنا بالعربي، بلاش المصطلحات اللي ملهاش لازمه. هو المصطلحات بس سببها ان العلم ده كله اتعمل بالانجليزي، ولما انا الواحد علم، انا بيقراه. علم اللي انت بتكلمني عليه. انت عندك حاله من الارتباك، حاله من عدم الثقه، بتتكلم ان انت بتنكر الاله، بتنكر ربنا، بتنكر الدين، بتنكر كل الثوابت. طب انت ايه؟ سؤال صغير، ليه دي حاجة وحشة؟ لا طبعا حاجه وحشه. ليه انا بقى؟ فعلا، بص اقول لك حاجه، طب انت ليه؟ جاي بتتكلم في فكرك، انت ما عندكش فكر. هو انت عليا عندك الحاد، عندك كفر. ما ينفعش ان انا نخلي ده. انا بأسف يا جدا أستاذ، وبتأسف يا لمشاهديني ان يكون يا معايا أستاذ، شاب مصري يا أستاذ. بهذه الصفات. انا اسف فعلا ان يكون معايا محمد. انا مش هقدر اكمل معاك ولا تبقى موجود معانا في الحلقه لا تنفع. للاسف، لان فكرك لا يتناسب. ما ينفعش ان احنا تنفع. نروج لافكار اصلا هدامه. انت ما قلتش ولا كلمه من اول ما قعدنا مقنعه. شوف حبيبي، هي انت محتاج تتعالج نفسيا. مرض نفسي بينتاب كثير من الشباب نتيجه لظروف معينه في اسرهم، ظروف ماديه، ظروف معنويه، طب انا هاخد ظروف منك يا شيخ. طب انت محمد فعلا زي ما بقول لك الشيخ فانت محمود، انت فعلا فانت رحت لدكتور نفسي؟ انا بنصحك على الهوا ان حضرتك تطلع من هنا دلوقتي على مستشفى الامراض العقليه، تكشف عن نفسك. انت ما ينفعش تكون موجود للاسف. مش هقدر اكمل معاك ولا هتبقى موجود معانا في الحلقه. انا بستاذنك ان انت تفضل تقوم وانا هكمل حلقتي مع الدكتور محمود، لان للاسف افكارك هدامه وتضيع الشباب المصري، وللاسف انت مثال سيء جدا للشباب المصري.